قبل فتره بسيطه كان بيصارع لهزيمه وحوش من المستوى ايه، وهو هنا الوقت المفروض ان هو يقتل زعيم مغاره لوحده، وبيسمع سونج صوت وراه غريب وبيتاكد ان في وحوش كبيره موجوده في المكان ده وان هو لازم يقضي عليهم لوحده. وفعلا سونج بيتحرك في المكان وبيفكر ان كان هيعمل اي حاجه وان ثقته في نفسه بتقل حاجه في حاجه. فجاه بيشم ريحه وحشه قوي وبيعرف ان ده وحش حيواني وبيهجم على سونج، لكن سونج بيتفادى الضربه. وبنعرف ان اللي قدامه ده ان هو ذئب وان اسمه رايكان ذو الناب الفولاذي. وبيكون سونج قلقان قوي لان اتنين من الجوبلين بالنسبه له مهمه صعبه قوي، ازاي هيقدر يهزم الوحش ده اللي قدامه. وفجاه بيحس ان رجليه متخدره ومش قادر يتحرك، وفجاه بيعرف ان ده ممكن بيكون بسبب احساس الخوف اللي عنده. والتاني مره الذئب بيهاجمه لكن سونج بيحاول يتفاداه، وبسبب ان سونج ما يمتلكش اي وسيله للشفاء بيحاول بقدر الامكان ان هو ما يتصابش من الذئب ده، لان اصابه واحده منه كفيله ان هو يقتله خالص. وبسبب هجمات الوحش المتكرره وتفادي سونج ليه بيحس ان جسمه خف قوي، وبيقرر ان هو لو هيموت في المكان ده فمش هيسمح للحيوان ده ان هو يعيش هو كمان. وهنا سونج بيلكمه بقوه، لكن بيتفاجئ ان الوحش اترمى لمسافه بعيده، وبيفكر ان دي ممكن يكون بسبب زياده نقاط القوه اللي عنده، لكن الوحش لحد دلوقتي ما ماتش. وهنا بنعرف ان الهجمات العاديه ملهاش اي تاثير على الوحوش ديت، وحتى ان وحش زي ده تابع للزعيم اقوى من سونج نفسه وما بيكونش قادر ان هو يقتل الوحش ده بمفرده، فبيحاول يهرب لكن الذئب ما يسمحلوش. وبيكون سونج فاقد الامل ان هو ينتصر على الوحش ده، لان كل اللي عنده دلوقتي هو جسمه بس، وما عندوش اي دعم معالجين ولا ادوات ولا اي حاجه. بس هو لو كان معاه سلاح بس. وفجاه بيفتكر المخزن بتاع النظام وبيعرف ان السيف اللي تركه كيم سانج بالطبقه السريه من الدنجون فضل معاه في المخزن بتاع النظام، وفعلا بيحاول يقتل الوحش وبيقتله، وبيظهر له رساله ان هو ارتفع في المستوى وان هو قتل رايكان ذو الناب الفولاذي. وهنا بيفتكر سونج ان السيد سانج دفع 3 مليون وون من اجل السيف ده، وان هو غالي جدا في العاده، وان هو حتى ما كانش يحلم ان هو يلمسه، بس هو حاليا بيستخدمه. وبيعرف ان قدره المخزن اللي في النظام مفيده جدا، ويكون بيفكر ان هو يقدر يخزن اي حاجه هناك ولا لا. وهنا في مجموعه من الذئاب بتظهر له، لكن سونج ما بيكونش خايف منها بسبب امتلاكه للسلاح اللي معاه. وفجاه مره واحده ما بيكونش قادر يسحب السيف من على الارض والذئاب بتهاجم عليه، لكن بيستجمع كل قوته وبيسحبه من على الارض وبيهاجم الوحوش، وفعلا بيدمر واحد منهم. وبيفتكر ان هو لما كان بيحارب الوحوش اللي في الدنجون المخفي اللي هم العمالقه الصخريين يعني يا جماعه، ان مجرد الذئاب ديت ضعفاء جدا للغايه مقارنه بيهم. وهنا بنشوف مهارات سونج ان هي ازدادت تاني، وان هو اترقى للمستوى الثاني، ونقاط الحياه زادت بنسبه 100، ونقاط السحر زادت بنسبه 10، والقوه زادت بنسبه 16، ولسه عنده 3 نقاط متبقيه. وبيعرف ان كل احصائياته بترتفع بنقطه واحده لما مستواه بيترفع، وان المهمه اليوميه بتديله 3 نقاط، وان ارتفاع مستواه بيعني الحصول على نقاط اضافيه. وبيعرف ان اصطياد الوحوش ورفع مستواه اكتر فعاليه من المهمات اليوميه. وبيعرف ان النظام بيرتب كل حاجه على حسب النقاط، حتى ان ذكائه وحواسه بتعبر عنها بالارقام هنا. واسهل حاجه ممكن يفهمها فيهم ان هي القوه، وان هي زادت فقط ب 10 نقاط، بس هو قادر ان هو يشعر بالتحسن في كل جسمه. وبيفكر هل يمكن لاحصائياته ان هي تتجسد في حالته الواقعيه، وبيقول ان هو على كل حال بامكانه ان هو يشوف ان هو بيصير اقوى في كل مره بيرتفع فيها مستواه. وهنا سونج بيدور في الوحوش على نواه سحريه لكن ما بيلاقيش فيها حاجه، وبيكون مفكر ان كل الوحوش اللي في المغارات بتمتلك نواه سحريه، لكن النوع ده من الوحوش ما بيمتلكش اي حاجه خالص. وبيفكر ان ده ممكن يكون كله جزء من النظام، وان على الارجح ان الوحوش ديت تم صناعتها من طرف النظام برضه. وللسبب ده وجدت ادوات عوض عن نواه سحريه. وبيعرف ان هو وجد ناب رايكان وان هو ملهوش رتبه وان نوعه خرده، وان هو بامكانه حفظه في المخزن او بيعه في المتجر. وسونج هنا بيكون مستغرب ان في متجر كمان للنظام، وبيحاول يجرب ويشتري اي عنصر من النظام، لكن بيظهر له رساله بتقول له ان هو لم يبلغ الحد اللازم لشرائه من المتجر. وبنعرف ان اللاعبين الجداد ما يقدروش يلتزموا بالخاصيه ديت. وبيظهر له رساله ان هو لو عايز يبيع الغرض ناب رايكان، وفعلا بيوافق وبياخد 20 قطعه ذهب، وما بيكونش عارف قيمه المبلغ ده بما انه مش فلوس، ويكون متوقع ان المغاره دي من الرتبه ايه، وعلشان كده اكيد المبلغ ده مش هيساوي كتير، وما بيكونش عارف هيعمل ايه دلوقتي، وان هو مش هيقدر يغادر من الزنزانه قبل ما يقتل الزعيم، وان هو لو كان عنده كريستالات للعوده كان هيرجع بكل تاكيد، بس هو حتى مش متاكد ان كان هيلاقيها، وان مخزون الطعام من عنده ممكن ينفذ بسرعه، وان حتى لو كان الزعيم وحش من الرتبه ايه فان ده كتير حتى عشان يتولاه لوحده. ولكن بيفكر وبيقول ان ده ممكن لو هو تمكن من رفع مستواه كمان. وفجاه بيظهر له مجموعه كبيره من الذئاب ذو الناب الحديدي، وهنا سونج بيتشجع وبيقول ان هو قبل كده مات فعلا، بايه الضرر اللي هيحصل له لو مات تاني، وان هو مش هيموت بسهوله، وعلشان كده مش هيسمح لهم ان هم يموتوا بسهوله هو كمان. وبيظهر له اشعارات من النظام ان هو ارتفع في المستوى. وهنا سونج بيعمل مذبحه حرفيا في الذئاب ذو الناب الحديدي، وبيفتكر جينا اخته، وان هو لو مات هنا فمش هيقدر يتمكن من حمايه الاشخاص اللي بيحبهم، وان هو يخسر كل حاجه، ان هو ما يقدرش يستسلم لان ده سلوك الضعفاء بس، وان هو عشان يبقى اقوى هيتبع القواعد بتاع النظام ديت. وهنا سونج بيكمل المذبحه لغايه ما يخلص عليهم كلهم، وبيظهر له اشعارات ان هو ارتفع في المستوى، لكن بيظهر له مجموعه اكبر من الناب الفولاذي، لكن سونج بعد مجهود بيقدر يقتلهم كلهم. وهنا النظام بيديله لقب جديد وهو قاتل الذئاب، وان اللقب ده بيمنح للصياد الخبير في قتال الذئاب، وبيزوده بنسبه 40% عند مواجهه الوحوش من نفس النوع. وبيكون سونج كسب 34 ناب وخنجران متحطمين وملابس للترحال وحجر الموقد، وحجر الموقد ده بيكون حجر العوده. وهنا سونج بيفكر في الرحيل لكن بيتراجع عن قراره في اخر لحظه، وبيكونش ضامن ان هو يحصل على فرصه زي دي تاني، وبيكون عارف ان هو بيتحرك طبقا لقواعد ناس تانيه حطوها، وبيكون قدامه فرصه ان هو يتراجع
يراجع او يكمل، لكن بيعين حجر العوده في النظام وبيقرر ان هو يكمل، وبيظهر له اشارات في ارتفاع المستوى بعد المجازر اللي بيعملها في الناب الفولاذي، وبيظهر له وحوش جديده، الناب الحاد برغيا والظل الاسود. وفعلا بعد ما بيقتل على الوحوش المتنوعه ديت بيقدر يحس بقوته وهي بتتزايد، وبسبب ان الوحوش ديت بتستمر بتجدد على عكس المغارات العاديه، فنمط قتالهم بيكون من السهل توقعه، وان هو لو حدد الانماط دي بس هيتمكن من تحديد المكان اللي بتيجي منه، لكن بيتفاجئ بقرد من الاعلى وقط شرس على جانبه وظل كبير بجواره. وهنا سونج بيحاول يخوفهم بكل ما اوتيه من قوه، وفعلا بيقدر يقضي عليهم وبيقدر يحدد رتب الوحوش على حسب الوانها، والابيض يعني ان هو ضعيف، والبرتقالي يعني هو قوي، والاحمر معناه قوي جدا. وبما ان ذئب الريكان تغير لونه اسمه لون اسمه من الاحمر للابيض بقى اضعف بشكل ملحوظ، لكن هو مش متاكد من قوته على هزيمه الوحش اللي في الزنزانه من تحت. وهنا رساله من النظام بيظهر له احصائياته، وان مستواه زاد 15، ومستوى التعب 30، ونقاط الحياه 1105، ونقاط السحر 200، ونقاط المتبقيه 0. وهنا بيعرف ان مستواه ما عادش بيرتفع، والسيف اللي معاه خلاص ما عادش هيصمد اكتر من كده، ويحاول سونج ان هو ينزل، لكن بيكون مستغرب هل هي دي محطه المترو اللي يعرفها ولا لا، وبيكون مستغرب من الوحش السريع اللي بيهجم عليه مره واحده، لكن الوحش بينجح ان هو يكسر سيف سونج ويصيبه كمان. وهنا سونج بيرجع يعيد حساباته من تاني، وان هو كان مفكر ان هو قوي، لكن قصاد الوحش الملك اللي قدامه هو لسه ضعيف. وبيكون اسم الوحش حاكم المستنقع ذو الانياب السامه، بس سونج بيعرف ان اسمه لسه باللون البرتقالي، وبيعرف ان ده زعيم المكان. وهنا سونج بيفكر وبيقول ان هيكون من الصعب قطع الحراشف ديت باستخدام السيف، لكن حتى لو لكمها ده مش هينفع كمان. وهنا الوحش ما بيستنوش يفكر وبيهجم عليه، وهنا سونج بيقرر ان هو يوجه كل قوته في ضربه واحده، لكن في نفس الوقت لازم يخترق دفاعه باي طريقه، بس ما بيكونش عارف يعمل ايه مع الحراشف الصلبه ديت، وبيكون معرض ان هو لخطر القتل بضربه واحده من ديل التعبان ده. وفعلا التعبان بيهجم عليه بقوه وبيتصاب باصابات خطيره، وسونج بيعرف ان هو لسه قدامه كتير علشان يقول على نفسه قوي، وبيفتكر لما كان الكل بيقول عنه اضعف صياد في العالم، وفي واحد بيعرفه ان طالما دي شائعات لازم يحاول يطور من نفسه ويلغي اللقب ده من عنده، وبيقول طالما تجاهلني الجميع بسبب ضعفي حتى لو كنت واسع المعرفه ولو حكيم ولو تلقيت الشوك في مواجهه القوه من السهل انك تتعرض للخيانه، فلازم علشان كده ابقى اقوى. ويعرفنا ان هو جاي هنا في المغاره علشان يبقى اقوى، لكن الزعيم ما بيسمحلوش ان هو يكمل في كلامه وبيسبب له اصابات خطيره. وهنا سونج بيستنى اللحظه المناسبه ويوجه للتعبان ضربه مدمره في راسه، لكن ما بتسببش الا اثر بسيط، وفعلا ده بيكون جزء من الهدف اللي سونج عايز يوصل له، وان هو وضع كامل نقاطه في القوه، ولو كان ده كل ما يلزم فهو هيكون بالحركه ديت حتى لو النهايه هي موته. وفجاه بيمسك ظهر التعبان وبيعصره بقوه، وبننتقل لمشهد تاني وبنشوف واحد بيسال عن سونج، وبيكون ده الدكتور الخاص بيه، وبيسال الممرضه ان هو ما رجعش ليه، وان الوقت عاد ليل، وبتعرفه الممرضه ان هو غادر في الصباح، وان هو جسمه تعافى كمان وهيقدر يخرج من المستشفى قريب. وهنا الطبيب بيستغرب وبيقول انه ما يمكنش توقع ما يفعله الصيادين ولازم يتاكدوا من علاجه، وكمان بيتشاع ان الصيادين اللي عندهم رتب عاليه اغنياء جدا، لكن الامر مختلف بالنسبه للرتب المنخفضه، وخطير ان هم يتحركوا بدون رعايه طبيه. ومن المرعب حتى انك تشوف اللي بيحصل معاهم في اداء المهام داخل الزنازين، وان هم كل ما بيخشوا زنزانه بيخرجوا مضججين بالدماء وفي مستوى تاني عن المرضى العاديه. وهنا الممرضه بتعرفوا ان هم لسه لحد دلوقتي على قيد الحياه، وده حاجه مذهله. وهنا تاني بنرجع للمغاره وبنشوف اشعارات من النظام بتظهر لسونج بارتفاع مستواه، وبيكون مبسوط جدا ان هو بقى اقوى من الاول، وبيظهر له اشعار من النظام ان هو قتل سيد المستنقع وحصل على غرض سم راسكا، ورتبه الغرض هو ايه، وان هو جرعه سحريه، وان هو كيس يحتوي على سم راسكا متحصل عليه بعد قتله، ومستوى نقصانه غير مرجح، وشربه سيجعل جلدك صلبا ولكنه سينخفض من قوتك. والتاثير حراشف الراسكا الفولاذيه وبيقلل 20% من الضرر البدني المتوقع، والسلبيات بيضعف العضلات وبياخد 35% من نقاط القوه. وتاني عنصر حصل عليه وهو ناب راسكا، ورتبه الغرض هو سي، والنوع خنجر، والهجوم زائد 25، والخنجر مصنوع من ناب راسكا بامكانه التسبب بشلل بسبب بقايا السم، وله تاثير دموي ويمكن استعماله او تخزينه او بيعه، وبيأثر الشلل للخصم المعرض للهجوم وعنده فرصه مرتفعه للاصابه بالشلل التام. والتاثير النزيف، الخصم سيفقد 1% من طاقه حياته بمرور كل ثانيه. وبيكون سونج مبسوط جدا ان هو بقى اقوى حتى لو قليل، وبنشوف سونج زعلان بسبب ثيابه اللي اتنظفت والسيف اللي حصل عليه كمان اتحطم، وان جسده كمان كل عضو فيه بيوجعه، لكن حصل على نصل افضل من سيف السيد كيم، وهو خنجر منحوت من ناب مش من عظام، صياده الهوميه اكبر من ضعف السيف السابق، وكمان بيسبب الشلل والنزيف. بالمقارنه به استخدام العنصر التاني ده هيكون غريب جدا في الوقت الحالي، فمن الافضل ان هو يكون بتخزينه. بيظهر له تنبيه من النظام ان هو قتل الزعيم وهتعود جدران المغاره الى حالتها الطبيعيه، وفعلا بترجع كل حاجه الى حالتها الطبيعيه. وبيخرج سونج من النفق وبيحاول يسال عن الساعه، لكن بيشوف جندي قدامه بيساله ازاي خرج من المكان ده، وان هو ما سمعش ازاي اللي اتذكر في البحث الاداري، ويكون سونج مستغرب ان في جندي موجود في المكان ده وبيساله ايه اللي حصل. وهنا الجندي بيساله هل هو صياد ولا لا، وسونج بيعرفه ان هو فعلا صياد. وهنا الجندي بيديله تحيه عسكريه وبيعرفه ان هو هيوجهه. وهنا سونج بيسال الجندي لو كان في اي بوابه فتحت بالجوار، والجندي بيعرفه ان في بوابه فتحت وكل الوحوش الرتبه المتدنيه اتقتلت، لكن في وحش واحد وهو ضخم جدا ومش قادرين عليه، وفعلا سونج بيحس بيه، وده بيكون بسبب الزياده في مستواه، وبيعرف ان هو الزعيم. وبنشوف الجنود وهم بيبعدوا الناس عن الموقع اللي فيه الزعيم، وبنشوف
الصيادين وهم بيقتلوا الوحش، لكن الوحش بيكون قوي جدا وبيكونوش حتى يقدروا يحركوه من مكانه. وهنا سونج بيظهر وبيحدد رتبهم، وبنعرف ان هم 8 من الرتبه ايه وواحد من الرتبه دي. لكن سونج بيتفاجئ ان اليسا جي موجوده ما بينهم، وبيعرف بسبب حالتها ان هي مش قادره تتجاوز الصدمه وان ده متوقع، هو كمان لازم يتغلب على الامر الصعب ده. وفجاه سونج بيتجهز ويقول ان الزعيم ده من الرتبه دي تقريبا، وبالمقارنه مع الزعيم اللي واجهه بالاسفل بان ده اقل رتبه منه، وان هو بس لو اتمكن من اختراق دفاعه فيقدر يقتله بسرعه. وفعلا سونج بيحط كل قوته في السيف اللي في ايده وبيصيب به الزعيم. وهنا الصيادين بيكونوا خايفين ان هم مش هيقدروا يهزموا الوحش ده، وان هو لو ما وصلش صياد من رتبه مرتفعه فهم كلهم هيموتوا. لكن فجاه الوحش بينهار قدامهم وبيكونوا مبسوطين ان الوحش قتلوه. لكن المدافع اللي في وسطهم بيكون مستغرب لان هجومهم كلهم مجتمعين ما كانش ليه اي لازمه قبل لحظات، وان في وميض ظهر قبل شويه وان ده ممكن هو اللي خلى الوحش يسقط. وبيشوف السيف اللي سونج اصاب به الزعيم وبيكون مستغرب ان الزعيم مات بواسطه السيف ده بس، السيف ده بس، وبيتساءل مين يكون صاحبه. وهنا في اللحظه ديت بيسال الجندي ان كان شايف اللي رمى السيف ده، وهنا الجندي بيعرفه ان في فعلا صياد رمى السيف ده على الوحش وان هو كان هنا من لحظات. وبينتهي بينا المشهد لسونج اللي بيكون متفاجئ ان الوحش ده مات من ضربه واحده وان طاقته كانت منخفضه اكتر مما هو توقع. وبيظهر احصائيات سونج ومستواه بيزيد بيكون 18، ولقبه قاتل الذئاب، ونقاط الحياه 2220، ونقاط السحر 350، القوه 48، حيويه 27، الذكاء 27، حواس 27، النقاط المتبقيه 3. وبنشوف سونج وهو في المستشفى وهو بيتدرب على المهمات اليوميه من النظام. وهنا الممرضه بتفتح الباب فجاه لكن بتلاقي سونج بيتدرب وهو عريان تماما، وبتكون مستغربه من سونج لانهم اول مره جابوه للمستشفى كان ضعيف وهزيل جدا. وهنا الممرضه بتعرفه ان هو هيخرج من المستشفى النهارده وان هو بس لازم يديهم رقم التليفون بتاعه. وبينتقل بينا المشهد لجينا اخت سونج وهي بتعرفه ان جسمه بقى افضل من السابق وان بقى اطول منها كمان. وهنا سونج بياكد عليها ان هي تاخد المظله معاها لانها ممكن تمطر قريب وان هي لازم تلتزم بتعليماته، وبيودعها وهي تروح المدرسه. وبنشوف سونج وهو بيفتح واجهات النظام وبيكونش قدامه الا الركض 10 كيلو متر بس، لكن بيأجله الوقت تاني وبيكون مستغرب من نمو عضلاته وان هو من المستحيل ان جسمه يتغير بعد التدريب اللي بدأت اسابيع بس، وان ده اكيد بسبب احصائيات النظام وان هو اكيد طالما استمر في التدريب وزياده نقاط قوته فاكيد جسمه هيتغير. وهنا سونج بينتبه لحاجه معينه ان حتى بالنسبه لتلقي الضرر ما يقدرش يتغافل عن موازنه احصائياته والعكس صحيح. وبما ان التناغم بين القوه والمرونه جيد هيضيف بعض النقاط للمرونه والحيويه والحواس والذكاء، وكلما كانت طاقه حياته اكبر كان ده هيكون افضل. وكمان الحواس اكتر اهميه، لكن الذكاء هو المشكله، ولان الذكاء متعلق بالسحر فهو ممكن يحتاجه فتره من الاوقات. وبعد توزيع النقاط بيكون مجموع القوه 50 والذكاء 27 والحيويه 27 والحواس 29 والمرونه 35. فجاه تليفون سونج بيرن وبيفكر هل المكالمه دي من النقابه، لكن بيطلع صاحب المبنى وان هو بيتصل بيه من اجل الايجار وان هو لو مش هيقدر يدفع الشهر ده فالملك هيأجل الايجار للشهر اللي جاي. لكن سونج بيعرفه ان هو هيكون بالدفع قريب. وهنا سونج بيفكر في الجمله اللي المحقق قالها له الا وهي الانقاذ المزدوج، ولو ان ده اللي حصل فعلا فهيقدر يكسب بعض الفلوس بسرعه، وان هو لو استمر بالتطور ده فانه هيقدر يكون صياد ذو رتبه عاليه، والصيادين ذو الرتب العاليه بيقدروا يقتلوا الوحوش عشان يكسبوا الفلوس. وكلما كانت خبره الصياد اكتر كانت رتبته اعلى، وكلما زادت الكريستالات كلما زادت الغنيمه. لكن علشان تهزم وحش من رتبه عاليه لازم تدخل بوابه من رتبه عاليه برضك. وهنا سونج بيفكر ان كان يعمل اعاده تقييم ورفع رتبته، لكن الانقاذ المزدوج هيتكشف وهيكون محط انظار الجميع. صحيح انه هيكسب مزيد من المال لكن هيجذب الانتباه كمان، وهو ما يقدرش يكشف نفسه الا لازما لما يكون متاكد من قوته ويقدر يتعامل مع الوضع، وان هو لو عايز يكسب المال بسرعه لازما ينضم للجبهه الهجوميه. وهنا سونج فعلا بينضم لغاره جديده وبيقابل شخص يدعى هوانج وبيعرفه انه اسمه سونج. وهنا هوانج بيساله كم من الرتبه ايه، وهنا بقيه الفريق بيتريقوا عليه وبيعرفوا ان هو شخص مشهور فعلا وان لقبه اضعف صياد في العالم. لكن هوانج بيعرفهم ان هم لازم يوقفوا عن كده وان ده مش مهم والاهم هو العدد ومش القوه الفرديه. وبيعرفه ان هو قال له قبل كده على الهاتف ان الغاره هتكون من الرتبه سي وده امر هيكون صعب بالنسبه لك لكن هتكون معفي من القتال، وان هو يدفع له 2 مليون وون بس علشان يكمل تعداد الفريق وان دي هتكون صفقه جيده وان هو لازم يوقع على العقد ده. وهنا سونج بينشط رؤيته وبيعرف ان هم 5 من الرتبه سي و4 اقل من الرتبه دي، وفي هناك قواعد بتفرض ان هو يجب ان يحتوي الفريق على 10 اشخاص على الاقل، ولازم يكون نصف الاعضاء الفريق من الرتبه سي علشان يستطيع الفريق الدخول من بوابه من الرتبه سي. وبسبب ده في حالات بيتم الاستعانه باشخاص زي سونج علشان يكملوا الفريق، وان هو دايما بيكون العضو الاضافي في الفريق. وهنا بيشوف واحد بيبادر ان هو يكلمه وبيعرفه ان هو اسمه يوجي وعمره 22 سنه وهو صياد من الرتبه دي وان هو تم استدعائه لنفس الغرض زيه. لكن سونج بيتفاجئ من الشخص ده ومن كميه المعدات اللي هو لابسها وان هو ممكن يكون ابن مليونير. وسونج بيسال هوانج ايه اللي هو هيعمله بالظبط، وهوانج بيعرفه ان هو لازم يبقى قريب منهم بس ويهتم بالامتعه. وسونج بيتفاجئ وبيعرفه هيروحوا الغاره من غير معالج، لكن هوانج بيعرفه ان هو من الصعب تعيين صياد معالج في جبهه هجوميه خاصه وان هم دايما بيقوموا بالوضع ده كده وان هم دايما بيقوموا بالغاره بدون معالج. وهنا في الوقت ده الجميع بيكون متحمس ان هو يخش البوابه وكلهم بيشجعوا بعض. وهنا هوانج بيعرفهم ان هو وقت
دخولهم للوباء حان. وفي الوقت ده يو جينج بيعرف سونج ان هو هيقوم بحمايته، وفعلا سونج بيشتري الاغراض وبيتوجهوا كلهم